السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. احتشدت جماهير الترجي الرياضي التونسي صباح اليوم الخميس في منفذ بيع الملعب الأولمبي بالمنزه من أجل شراء تذاكر مباراة فريقها ضد الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. وأفادت إذاعة موازيك التونسية الخميس أن هناك اشتباكات حدثت بين جماهير الترجي والشرطة بعد أن فقامت جماهير باب سويقة باقتحام الحواجز الأمنية، مما أدى إلى استخدام الغاز المسيل للدموع. وأضافت الإذاعة التونسية أن هناك منحرفين حاولوا استغلال الفرصة من أجل السرقة والنهب وترويج الجماهير، إلا أن الشرطة تمكنت من إيقاف عدد منهم. وكانت إدارة الترجي الرياضي التونسي أعلنت في الساعات القليلة الماضية قيمة بيع التذاكر، والتي تقدر ب50 دينار أي ما يعادل 750 جنيه مصري. ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الترجي والأهلي مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي، على أن يتجدد اللقاء مساء 25 مايو الجاري في استاد القاهرة. وكان فريق الترجي وصل المباراة النهائية بالفوز على صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-0 بمجموع المباراتين. في المقابل تأهل الأهلي بالفوز على مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0 مجموع المباراتين. بالتوفيق للنادي الأهلي والحصول على النجمة ال12 بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.